فين كاين 70 مليار ديال الدرهم؟ الدعم اللي خصته الحكومه في ظرف السنوات الماضيه، وهذا ما نشرته لا 70 مليار ديال الدرهم اللي مشات كدعم لمستوردين في نهايه المطاف. نعم 70 مليار درهم. نعم اعتقد كان شي خطا في لا، هذا ما نشرته الصحافه. 70 مليار ديال الدرهم هذا راه الميزانيه ديال الاستثمار ديال الدوله خلال وزاره الصحه اعتقد يعني في لا الاستثمار كله ديال الدوله كله في خلال هذا ديال الميزانيه العامه ديال الدوله راه يلاه 70 مليار ديال الدرهم. لا بمعنى ما نشر في الصحافه بالنسبه اليكم. انا ما قريتش، ما طلعتيش على التحقيقات اللي دارت السيد الرئيس، تحقيقات استقصائيه حول يعني الدعم الذي المسؤول يعني في البحث عن المسؤوليه حول الدعم الذي خصصته الحكومه في السنوات الماضيه، والذي في نهايه المطاف يعني ادى الى ما نحن عليه. اعمال العقلاء تصان عن العبث. احنا امام ظاهره مواطن كيعاني، خصنا نلقاو له الحل. فعلا كنحاولوا نلقاو الحلول، لكن نبداو نخرجوا ارقام بدعوى الاستقصاء هو لا علاقه له بالاستقصاء، لا علاقه له بالصحافه، الشروط غير من هذا وندير فيه راي سياسي، هذا امر اخر. الصحافه اللي كنعرف انا الا شفنا لا في ايكونوميك اللي دارت واحد التقرير راه فيه الضوابط وفيه كل شيء، الامور واضحه. شي اخر ما قريتوش انا، ما بالتالي ما يمكنليش نعلق عليه. بالمناسبه كيف تنظرون الى تصريحات حليفكم سي نزار بركه الاخيره حول محاربه الفراقشيه؟ واش كتعتبروا انفسكم كحزب معنيين بهذه التصريحات؟ احنا غير معنيين بهذه التصريحات. سي نزار بركه من حقه كوزير ومن حقه كامين عام ديال الحزب باش يصدر اي تعريف، لكن من المسؤول عن تنظيم التجاره الداخليه في المغرب؟ وزاره الصناعه والتجاره التي يدبرها حزب الاستقلال. يمكن كيتكلم على راسه، ممكن. انا ما علاش بغيتي انا تلصق فيا انا باش نقول لك حكومه مواجهه؟ انتم حكومه منسجمه متضامنه؟ لا حكومه منسجمه متضامنه. اولا غادي نناقشوا مع هذا الموضوع مزيان. انا راه كنت وزير الصناعه والتجاره وكنعرف علاش كنتحدث، ما كنتكلمش من الفراغ. اول البدايات ديالي 2002 حتى 2005 كنت وزير الصناعه والتجاره، وكنعرف تنظيم السوق الداخلي كيفاش كيشتغل وكيفاش خصو يشتغل الى غير ذلك. لكن نبقاو كنشتغلوا بنفس المنطق ديال 2000 لما كان البترول كيسوى 8 دولار، في 2026 اللي البترول واصل 135 دولار بنفس المنطق. اعتقد هناك خلل ما. طيب. اسمح لي. انا هاد الوسطاء دائما كانوا موجودين في التاريخ المغربي وفي التجاره وفي جميع انحاء العالم. غير كاين وسطاء اللي تعطاتهم الظروف والشروط باش يشتغلوا في ظروف احسن، لانهم تما مغاربه في اخر المطاف. والقضيه ديال الله يجعل الغفله بين البيع والشراء منطق غير مقبول، ما بقاش مقبول. كان مقبول في زمن ما، دابا ولا اصبح غير مقبول. اذا التنظيم، شوف، الا غادي نجيو نديروا تدبير الاشخاص ونبقاو نسبوا بعضياتنا ونوجهوا الاتهامات لبعضنا البعض دون تقديم حلول عمليه، في اي اطار تضعون هذه التصريحات ديال سي نزار بركه؟ انا ما يمكنليش انا نصدر احكام، والا غادي نولي عاوتاني بحال ندخل في هذيك الخانه حتى انا. ايوا خانه ما غنصدر حتى شي حكم. سي أوزيل الحلقه السابقه قال يعني هذا الدفع بالاغلبيه المنتخبه، وانا كنت ناقشت معه في النقطه ديال التفويض والانتداب الشعبي، قال بانه هذا قدر استثنائي. شنو رايكم في القدر الاستثنائي؟ غير في 21 26 وفي 2010 2012 حتى 2016 ماشي قدر، و2016 حتى 2021 ماشي قدر. القدر في هذه. لكن لماذا هذه الولايه البرلمانيه الجدل ربما صاحبها منذ البدايه مقارنه مع الولايات البرلمانيه السابقه؟ دابا سي الاتهامات يعني بالتغول، الاتهامات بالتشريع على المقاس طرحت خلال استضافه مكونات ديال المعارضه السيد الرئيس. لماذا هذه الولايه البرلمانيه، هذه النخبه الان في هذه ال5 سنوات الجدل صاحبها؟ شوف، المعطى العددي فقط ام عدم انسجام المعارضه ايضا لعب دور؟ لا، انا ما غنصدرش احكام. 474 مقترح قانون. كاين مقترح قانون فيه ماده، كاين مقترح قانون فيه 2 المواد، كاين هذه المواد تتناقض مع مواد اخرى في نصوص اخرى. هناك هندسه، هناك بناء ديال القوانين في البلاد، وما ناقصينش حنا القوانين. عندنا ما يفوق 10,000 قانون. هذا يعني ان هناك ازمه لدى البرلمان في انتاج مقترحات القوانين من ناحيه الجوده؟ لا، ماشي قضيه. انا ما كنقولش الجوده. الحكومه كتجيب تصور شمولي في اصلاح، غننتقلوا من هذا الوضع الى هذا الوضع. الاغلبيه تنخرط في هذا التصور، تغير التصور ممكن. كاين هنا مربط الفرس سيد الرئيس، هنا مربط الفرس. تفضل. لا، لانه ما كتخلينيش. لا تفضل سيد الرئيس. لا كنتفاعل معك، انا موجود. لا فهمنا فيك، لانه هذا هو مربط الفرس سيد الرئيس. لانه المعارضه كتقول بانه المؤسسه التشريعيه في عهد يعني في هذه الولايه البرلمانيه تحولت الى اداه لاضفاء الشرعيه على قرارات الحكومه، وما كانش سلطه تشريعيه رقابيه مستقله. سي يوسف، لحسن الحظ انا كنت رئيس 2014 2016. دوزنا في نصف الدوره 374 قانون. هذيك الساعه كانت زوينه، حتى واحد ما تشكى. ديك الساعه كانت رائعه. انا كنت رئيس ومدير الرئيس، فبالتالي خص يكون انسجام في الخطاب، انسجام في المواقف. باش راه حنا في اخر المطاف، لا اغلبيه لا معارضه، كلنا في خدمه الوطن. صح. واللي ماشي في خدمه الوطن يخرج لنا نيشان ونذكروا معاه.
ما دمنا كلنا في خدمه الوطن خص يكون عندنا واحد الانسجام، لانه كنخلقوا واحد اللخبطه عند الراي العام، وهذه اللخبطه اللي كنخلقوها عند الراي العام هي اللي كتخلق واحد النوع ديال الضوضاء وكتخلق واحد النوع ديال التشكيك في المؤسسات. المغرب قوي بمؤسساته، بما فيها مجلس النواب، بما فيها مجلس المستشارين، بما فيها المحكمه الدستوريه، بما فيها الحكومه، بما فيها المؤسسات الاخرى، وكل واحد عنده البيريمتر ديالو اللي كيشتغل فيه. الداخل مكونات اليوم هذا فضاء سياسي ديال مجلس النواب، ماشي بحال الباقي، فيه نقاش، فيه تدافع، فيه بناء، فيه اتهامات خطيره ايضا. باش كنسمعوا التشريع على المقاس بانه البرلمان تحول في هذه الولايه الى يعني او كرس التشريع على المقاس. كان معنا السي الازمي في الحلقه السابقه يتحدث مثلا على واحد القضيه اللي كانت اثارت جدل، قضيه العسل مثلا. يعني الاتهامات اللي كنسمعوا واللي كيساهم السيد الرئيس كما قلتي بانه ربما في اللخبطه وفي الغبش ربما بالنسبه للمواطن، وهذه الاتهامات اللي كنسمعوا واللي ربما يعني المعارضه تقرنها بتقارير وبادله. السي ادريس الازمي كان وزيرا وكان رئيس فريق وعمل بحالو، عمل السلطه التنفيذيه، اشتغل داخل السلطه التنفيذيه واشتغل داخل السلطه التشريعيه، ويفرق ما بين الامور بشكل جيد جدا. والامر ديال العسل باش ما نديروش منه شي موضوع معين جا كتصور داخل مشروع قانون الماليه. جات المعارضه جابت ادله بان هذا وتنازلت عليه الحكومه ودارت له التعديل ومشى في حاله. وكتجي تعديلات 16000 تعديل الذي قدم خلال هذه الدوره التشريعيه. دابا اللي كيمشي كيكتب 16000 تعديل في نظرك كيخلي شي حاجه دوز. ولما كنجي كنقول المقاس هنا كنوقع انا في تناقض. داكشي انا قلت لك دير خص يكون واحد الانسجام كلي. كيكتب 16000 تعديل بمعنى انه كيف لي ماده بماده بما فيها الفاصله والنقطه، فبالتالي حيد له شي واحد. نعطيك اكثر من ذلك، حنا قبل كان كتقدم التعديلات وما كانش كتجي في محلها، وكتجي الحكومه كترفضها شكلا ما فيهاش النقاش. تجاوزا لهذا العمل درنا لا ديجيتاليزاسيون، الرقمنه، ولا التعديل كيمشي لبلاصتو ما كيمشيش خارج من بلاصتو. الحكومه مجبره كتقراه وكتجيب التعليل. هذا ضمان لجوده التشريع؟ بيان سور، ضمان جوده التشريع والامن التشريعي كذلك. حتى الامن التشريعي بالنسبه اللي كيقرا القانون خارج مجلس النواب، القاضي المكلف بتنفيذه ما كتبقاش عنده شي تناقضات معينه ولا واحد الانسجام الكلي. واضح. دوله اخرى مشيت لها باش ما نسميش الدول، مشيت دخلت هكذا للقاعه كنلقى اسماء منشوره، قلت لهم ديال اش هادو؟ قالوا لي الغائبين في واحد الاوردينا في واحد سميتو شاشه تلفزيون بحال هذا الشكل. اشتغلنا عليها وجدناها، جات الجلسه الاولى قلنا نقراو اللائحه ديال المتغيبين، قرينا اللائحه ديال المتغيبين، كانت ضجه. صحفيين قالوا لي ما عندكش الحق، اصدقاء وداروا مقالات. انا كنفذ قرارات ديال المكتب. انت سلطه تشريعيه مستقله، رئيس مجلس النواب لن يسمع ربما للصحفيين لا او لا 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 يعني لانه السيد الرئيس هذا نجبدوا الخشيبات عاوتاني. انا اتابع ربما طرحتي مثلا برلمان اجنبي في فرنسا مثلا في عز الازمات يجبدوا يعني الكالكولاتريس وتيحسبوا الكلفه ديال هذا النائب المتغيب هذا كم يكلف الميزانيه ربما ديال المال العام. ربما دابا لو كنت مختلف معك غدير هذا النقاش، دابا انا ما مختلفش معك. لا قلت لا انا يعني انا كرئيس لن التفت لا الى الصحفي ولا الى غيره في تطبيق القانون. النائب المتغيب يجب ان يعاقب. النقاش يعطينا جواب مهم. شنو سبب المعضله؟ شنو سبب اشكاليه غياب النواب؟ واش النخب التي يتم تزكيتهم داخل الاحزاب واش كيجيهم الملل في البرلمان؟ واش حيت ما عندناش قناه برلمانيه اللي تابع بشكل دقيق اشغال اللجان واشغال التفاصيل الدقيقه للعمل البرلماني؟ ما عندناش غير جلسه. ما هو السبب الحقيقي لغياب البرلمان؟ تفضل سيدي باش ما نديروش منه شي موضوع غير قابل سميتو التحكم، ياك متحكم فيه لكن بالعقل ماشي بالعاطفه. ارقام سيد الرئيس لا ما بلا ما انا نعطيهم لك انا نعطيهم لك لا الامر يرقى الى الفضيحه. ربما 200 جلسات تصويت ربما ارقام النواب في غياب ديالهم 290 نائب غاب عن جلسه تصويت ديال القانون الماليه، يعني داك لو بروجي فار ربما ديال اللي كيهم المجتمع. القانون تنظيم الاضراب صوتوا عليه 80 عضو فقط، قانون المسطره الجنائيه اغلبيه 103. واش هذه حاصله ربما نفتخروا بها كمجتمع ماشي ربما كرئيس مجلس النواب؟ من غير الفخر ما السبب؟ اذا كنت عارفه السيد الرئيس حيت فعلا شنو السبب؟ واش الاحزاب اللي كطرحوا اسئله مشتته وانا خصني لا غير السبب جاوبنا على السبب. ما هو السبب مشتته؟ ما هو السبب؟ جواب مشتت. لا ودابا كطلب مني باش ندير انا النص ونقادو وندفعوا المحكمه الدستوريه كلشي، ما تخلينيش تنجاوب. تفضل سيدي الرئيس. انا ما غندابش معك السيوس. لا والله شوف انا طريقتي هي هذه ولا ادين باي شيء لاي احد، فقط نتبع الاطار. انا خصني نثبت للاخوان اللي اتهموك بانك تدافع عن الاغلبيه فعلا تدافع عن الاغلبيه. انا دائما متهم وانا راضي بهذه الاتهامات، ما عنديش مشكل. الا